السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. للمرة الثانية على التوالي النادي الأهلي هو أحسن نادي في إفريقيا. طبعا امبارح كانت جوائز الكاف، وأنا بعتذر طبعا إني ما عرفتش أعمل حلقة امبارح لظروف خارجة عن إرادتي يعني. لكن كنت حابب أتكلم على الموضوع لأنه بصراحة يعني في شوية حاجات كتير مضايقاني بصراحة في حفل الكاف للأفضل في 2024. طبعا الأول بس نقول الفرق اللي فازت. طبعا مسجلهم في ورقة لأن يعني قصص كتير قوي وفرق كتير. طبعا أحسن منتخب نسائي نيجيريا، أحسن منتخب رجال كوت ديفوار، طبعا الحاصل على بطولة أفريقيا 2024. طبعا أحسن نادي في أفريقيا هو النادي الأهلي. بالنسبة للسيدات تيبي مازيمبي. احسن لاعب بقى نتكلم، لو هنتكلم على احسن لاعب هقف هنا شويه لان فاز بيها ويليامز حارس مرمى سان داونز. ليه؟ مش عارف. طبعا كان مرشح عليها احمد سيد زيزو من الزمالك، حسين الشحات من الاهلي، وويليامز حارس مرمى سان داونز. ليه حارس مرمى سان داونز يكون موجود في احسن لاعب؟ وانا مش معترض على ان يكون في حارس مرمى موجود كاحسن لاعب لان الشناوي كسبها، فاز بيها سنه 22. لكن انا بتكلم هي الفكره، هو ويليامز عمل ايه؟ عمل ايه فرق مع فريق سان داونز؟ يعني خلاهم فازوا بايه بطوله في 2024 علشان خاطر ياخد جايزه احسن لاعب. لان احنا بعد كده لما هنمشي شويه في الجوائز هنلاقيه فايز كمان بجائزه احسن حارس في افريقيا. طيب وعلى مين؟ ده على فوفانا وعلى اونانا كحراس مرمى. بس لو اتكلمنا على كحارس مرمى يعني طب على الاقل حارس مرمى كوت ديفوار اللي فاز ببطوله افريقيا، يعني بطوله الامم الافريقيه. لكن ليه ويليامز انا مش عارف طبعا. لا انا عارف اكيد وكلكم عارفين ان علشان خاطر متسبي رئيس الاتحاد الافريقي هو مالك صن داونز وابنه هو رئيس نادي صن داونز. يعني بس مش للدرجه دي. يعني بصراحه الاتحاد الافريقي في هذه الاحتفاليه او في هذه الجائزه هو بالفعل فقد مصداقيته قدام العالم اجمع، مش بس قدام القاره الافريقيه، لا قدام العالم اجمع. الناس كلها حست ان لا الموضوع مش مظبوط. على احمد سيد زيزو اللي معاه بطوله الكونفدراليه ومعاه بطوله السوبر الافريقي، على حسين الشحات بارقامه. يعني هو الطبيعي بس علشان خاطر نكون منصفين، ومش بتكلم علشان انا اهلاوي والله، هو احق واحد بيها هو حسين الشحات كارقام. لان هو حتى لما جه يكسب النادي الاهلي كاحسن نادي في افريقيا على تي بي مازيمبي وعلى سوري اسف على الزمالك وعلى سان داونز، كان مرشح لجائزه احسن نادي في افريقيا الزمالك وسان داونز. برضه ليه سان داونز؟ يعني ليه سان داونز؟ سان داونز لا كان في بطوله في نهائي البطوله الكونفدراليه ولا كان في نهائي بطوله افريقيا. فبصراحه مش عارف يعني ليه مش الترجي وليه مش نهضه بركان اللي كانوا، ده كان في نهائي البطوله الافريقيه وده كان في نهائي الكونفدراليه، وده الطبيعي ومن المنطق ان يكون كده. عشان كده انا اصلا معترض حتى على فكره احسن لاعب ان يكون ويليامز موجود، لا ويتحط مكان مصطفى شوبير. يعني ازاي؟ انت لو هتحط حارس مرمى كاحسن لاعب، طب ما تشوف ويليامز ده عمل ايه ومصطفى شوبير ده عمل ايه. مصطفى شوبير بارقامه عدى ويليامز بكتير جدا 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 جدا. يعني مصطفى شوبير هو ساعد فريقه، هو السبب الرئيسي بعد ربنا في ان الاهلي يتوج بالبطوله الافريقيه الاخيره. الراجل عامل 9 كلين شيت في البطوله. بناء على ايه يتشال هو علشان ويليامز يدخل كاحسن لاعب؟ لو يفوز بيها على حسين الشحات الحاصل على البطوله الافريقيه وعلى احمد سيد زيزو حتى اللي معاه الكونفدراليه والسوبر الافريقي. فانا شايفه مش منطق. يعني احنا شفنا طبعا امبارح احمد سيد زيزو، لانه ده كلام مؤكد بالنسبه لي، انا عارفه متاكد منه ان جاله اخبار انه هو الفايز بالجائزه. وعشان كده احمد سيد زيزو زي ما شفنا لبس وتشيك امبارح وخد الكابتن حسين لبيب في ايده. كابتن حسين لبيب قال لك يمكن بالمره نلاقي الزمالك كاحسن نادي في افريقيا، وراح
لكن ماليش دعوه بوجود حسين لبيب. طبعا انا بتكلم على الحسره اللي كانت في عين احمد السيد زيزو، لانه بصراحه لا من الانصاف ولا من العدل ان واحد زي ويليامز يفوز بالجائزه على حساب الاثنين دول، ان كان حسين الشحات او ان كان احمد سيد زيزو. فتاني هقول الاتحاد الافريقي لا، دي كوسه وواسطه ومحسوبيه وحاجات كتير جدا لمصلحه موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي. طبعا بعد كده بقى يعني لو هنتكلم كمان محمد صلاح ازاي ما يتحطش في احسن لاعب خارج القاره؟ يعني ايه تفقد محمد صلاح جايزه زي دي؟ على فكره انتوا اللي خسرانين، انا بتكلم كاتحاد افريقي وكبطوله وكاحتفال. الاحتفال اللي يخسر بوجود محمد صلاح. تعالى لو محمد صلاح موجود في احتفاليه زي دي، على فكره العالم كله هيتفرج. مش هقول لك بقى مصر بس هتتفرج، لا العالم كله هيتفرج. محمد صلاح ايقونه عالميه دلوقتي، مش ايقونه مصريه بس. انا شايف ان الاتحاد الافريقي عليه انه يعيد حساباته في الجوائز بتاعته اللي بتتحط والمعايير اللي بيختاروا عليها اساسا احسن لاعب واحسن حارس واحسن نادي واحسن، يعني لازم المعايير دي تتراجع كاحسن نادي طبعا. وهو ده برضو كان يعني اكبر دليل على الناس اللي بتتكلم على ان الكونفدراليه والسوبر الافريقي احسن من بطوله افريقيا. لا خالص، مفيش الكلام، دي ناس وهمه، وده شغل عمرو الدرديري ممكن يقول كده، خالد الغندور كمان ممكن يقول كده، ممكن نسمح لميدو كمان يقول كده. لكن ناس بقى عاقله وعندها عقل وبتفكر وحاسباها صح وفاهمه، لا طبعا محدش يقدر يقول كده. البطوله الافريقيه هي البطوله الاهم في القاره الافريقيه. هي البطوله، الكونفدراليه بتوديك فين؟ الكونفدراليه بتوديك تلعب سوبر افريقي وبعدين ترجع تقعد في البيت عادي جدا، محدش شافك. لكن بطوله افريقيا لا، بطوله افريقيا بتفتح لك بيبان كتير، بتفتح لك باب للانتركونتيننتال، بتفتح لك باب لكاس العالم للانديه. لا طبعا، زائد انها بتلعبك السوبر الافريقي عادي جدا زيك زي اللي معاه الكونفدراليه يعني، ودي اقل حاجه بتحصل من البطوله الافريقيه للحاصل عليها يعني. طبعا بالنسبه بقى للفريق اللي اختاروه، فريق العام، فريق عام 24، طبعا اندريا اونانا حارس مرمى اللي هم اصلا ما اختاروهوش كاحسن حارس مرمى في افريقيا، حاطينه في احسن فرقه في العام. يعني ما اختاروش ويليامز اللي خد جايزه احسن لاعب واحسن حارس، ما اختاروهوش يكون في فريق العام. فبرضه يعني ضرب من الخيال بصراحه. وبعدين اشرف حكيمي طبعا مغربي، كاليدو كوليبالي وشانيل مبامبا ومحمد قدوس وسفيان مرابط فرانكيسي وإيفي بيسواما ومحمد صلاح وفيكتور أوسيميان وإيدي مولا. هو ده اللي كنا حابين نتكلم فيه في القصة بتاعت جوائز الفيفا الاتحاد الافريقي والجوائز الظالمة اللي بيشوبها كل بقى حاجة مش مظبوطة. النهاردة بقى في خبر جديد جدا، ألا وهو عرض خيالي لمروان عطية من نادي الفتح السعودي. نادي الفتح السعودي بعد ما أخد جوميز، وبعد طبعا ما احنا عارفين ان هو بيفاوض احمد سيد زيزو، واحتمال على فكرة بنسبة كبيرة جدا ان احمد سيد زيزو يروح النادي ده. دلوقتي بيفاوض مروان عطية. طبعا لسه طبعا هم طبعا بينكروا هناك، بس طبعا هي المفاوضات جادة جدا وموجودة بالفعل. وهنشوف النادي الاهلي بقى هيكون موقفه ايه من هذه المفاوضات يعني، واللاعب نفسه كمان هنشوف موقفه ايه. لسه اللاعب عقده ممتد مع النادي، وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس واضح ان نادي الفتح السعودي يعني مركز شويه مع اللعيبه المصريين طبعا لكفاءتهم، يعني ما حدش قال حاجه، وهو على فكره مش غلط، من حقه جدا انه يفاوض كل اللعيبه في فتره انتقالات. هو من حقه يتفاوض مع الانديه، وهم الناس لو هيتفاوضوا على فكره الناس عارفين بيعملوا ايه، والناس ستريت جدا، والناس مش هيكلموا لاعب مرتبط بعقد مع نادي. هم لو هيتكلموا مع النادي. هنشوف الدنيا هتروح فين، وهنشوف المفاوضات رايحه فين، ودينا خلاص اهوت كلها تقريبا اقل من 15 يوم وهتفتح الانتقالات الشتويه، وهيبقى في قصص كتير، وهيبقى بينا حلقات كتير جدا على مين رايح ومين راجع، خصوصا على فرقه النادي الاهلي.
بعد طبعا المشاكل اللي حاصله دلوقتي. وطبعا هنشوف لسه اصلا، لان في قصه كمان بين الكولر والخطيب، الاجواء مش احسن حاجه. فما تستبعدش ابدا انك تصحى من النوم تعرف ان كولر نهايته معاك في يناير. هنشوف الدنيا رايحه فين وجايه منين الايام اللي جايه، بدايه من شهر يناير القادم. كل سنه وانتم طيبين. وهو ده اللي كنت حابب اقوله. لو الفيديو عجبكم اتمنى ندوس لايك ونعمل اشتراك في القناه علشان يوصلنا كل جديد. سلام عليكم.